أديب رفض أن يبيع قلمه فترك لنا أدبا لا يموت. حياكم الله. الأديب والمفكر عبد المجيد عمر عبد الرحمن البيادي، ولقب الأدبي عبد المجيد لطفي. ولد في مدينة خانقين عام 1906، ونشأ في بيئة عائلية كردية. تلقى تعليم الابتدائي في خانقين، ثم انتقل إلى بغداد والتحق بإعدادية الصناعة. بدأ الكتابة في أواخر العشرينيات، حيث نشر مقالات وقصصا في الصحف والمجلات العراقية آنذاك. عاش لطفي معظم حياته في العزلة المادية والاجتماعية، إذ عمل موظفا بسيطا بعد انتقاله إلى بغداد ضمن جهاز وزارة المالية. رغم ضيق الإمكانيات استمر في الكتابة ونشر مؤلفاته التي شملت مجالات متنوعة: القصة القصيرة، الرواية والشعر، الدراسة الأدبية والمسرح، والترجمة بين العربية والكردية. من أبرز مؤلفاته أصداء الزمن، والإمام علي رجل الإسلام المخلد، وخليج المرجان، وضجة النهار. كان جريء بالمواقف ولن يميل للحكام والطغاة في نصوصه، مما عرض حياته للتجاهل وصعوبة النشر في بعض الفترات. توفي في سنة 1992 ودفن في خانقين بحسب وصيته. رحل عبد المجيد لطفي، لكن قصصه وأدبه ظلت شاهدة على روح لا تعرف الانكسار. برأيكم منو أشهر أديب وشاعر طلع من خانقين؟ كتبوا لنا بالتعليقات.